پیواجویا یا بو ایرو شکل سیاسی نظام سوری دیار کرن ام جن لکنه دستکفتین ما لکنه دستکفتین ما جی سیستمین منی هفسروکاتی جهبونا منی ضد مجلسين جديد بأواكي أم بيجن نيف هبونا يبجي وكهزي باراستنا جن وهر وها بدهان دس كفتين يجو إيرو دا أنجام صالين دريج دمتكاربون أم دس بخن قالك جارا عم دبيجن دقالك شو رشادة جن هبونا خوا بتيكوشينا خوا رولكي قالك مزندليزة ليه دداوية ده دجوهرتن وفجوهرتنا واسيستمن دوا ولا تاده جندي ستي ونداكرن جبر فينا راستي إيرو أم دوي بيفاجويا جو أم دبيجن أزح مترش شكرنا دسكفتيا باراستنا بعد دسكفتيات بيشون رجع سوريا أم جن دسبيكا شورشي حتى نها أم بيجن أم سوريا ديمقراطيك توازن جبر أم بآزادية باورن أم ديمقراطية باورن هجا سوريا ديمقراطيك بيجمان وما في جنجي تيدخل لحظات التي خضناها خلال سنوات النضال خلال سنوات المقاومة كانت تجربة كانت مليئة بكافة أنواع الصعوبات أو المعوقات لكن استطعنا اجتياز هذه الصعوبات بتواجد الإيمان والإصرار لدينا كمقاتلات إصرارنا وإيماننا على تجاوز هذه الصعوبات وأيضا لتواجد شعبنا إلى جانبنا تواجد الأمهات إلى جانبنا هو القوة الكبرى التي دفعتنا حتى نكون في كل مكان حتى نمتلك هذا الإصرار وهذه العزيمة بأن نتواجد بفكرنا وبإرادتنا وبإصرارنا وإيماننا وهو ما جعل من وحدات حماية المرأة قوة متميزة أو قوة تكون نموذجية قوة حقيقية في التغير والتغيير الجذري سواء هنا في مجتمعنا في روجافا أو في سوريا أو في الشرق الأوسط والعالم. نحن آمنا بقضية حرية المرأة لذلك استطعنا ضمن وحدات حماية المرأة في البداية بناء الشخصية شخصية المرأة أن تكون صاحبة إرادة تعتمد على ذاتها تكون صاحبة القرار والرأي تكون متواجدة بإرادتها بفكرها بوعيها دون أن يكون هناك من يوجهها أو يعطيها التعليمات وهذا الإيمان وهذا الإصرار آت من فكر قدم لنا كنساء وهو الفكر الذي قدم من قبل القائد عبد الله أوجلان لكافة النساء ونحن كوحدات حماية المرأة استلهمنا من هذا الفكر الكثير والكثير بخصوص كيفية بناء الشخصية بناء الإرادة كيف نمضي في بناء القوة التي تعتمد على ذاتها هذه الوحدات كانت من صلب هذا المجتمع ومن صلب هذا الشعب واليوم نحن نناقش مسيرة نضالية استمرت وتستمر على مدى 14 عاماً